السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالكم قناة الكرة المغربية. قبل ما نبداو إخواني الكرام، جاوبوني بصراحة، هل أنتم مستعدون لسماع أخبار قد تغير طريقة تفكيركم كاملة حول المنتخب الوطني المغربي؟ هل تتخيلون أننا قد نعيش مفاجآت لم تكن في الحسبان؟ إذا كنتم من عشاق الأسود الأطلس فهذا الفيديو لكم، وخليكم مركزين معنا حتى النهاية لأن التفاصيل التي سنكشفها اليوم نارية جدا. فالأيام الأخيرة الكرة المغربية ليست هادئة كما يظن البعض. هناك إصابات، عودة نجوم، تصريحات قوية ومواجهات مصيرية قادمة في الطريق. دعونا نبدأ من الحدث الذي أقلق الملايين من المغاربة. هناك إصابات في المنتخب المغربي، القلق يكبر والجمهور في حالة توتر، يعني في معسكر فاينورد الهولندي. وبينما الجميع ينتظر التحاق أسامة تيرغالين بالمنتخب الوطني المغربي، حدث ما لم يكن يعني في الحسبان، إصابة مفاجئة. نجم الوسط الذي أصبح ركيزة أساسية يتعرض لضربة قد تبعده عن المباريات القادمة. الشارع المغربي اشتعل، يعني هل سيغيب عن كأس إفريقيا؟ هل يتم استدعاء لاعب جديد؟ هل المنتخب المغربي في أزمة؟ والأمر يعني تعقد أكثر لأن تيرغالين ليس الوحيد بتاتا، لأن القائمة تضم أسماء ثقيلة ووازنة في المنتخب المغربي، كالنجم يعني الثقيل يعني النجم أشرف حكيمي، إصابة عضلية ومتابعة طبية دقيقة، وكذلك أشرف داري غياب طويل واحتمال عدم الجاهزية، وكذلك اللاعب جواد الياميق الألم المتكرر، وسفيان ديوب إصابة يعني تجعله يعني مشككا في العودة السريعة. يعني أسئلة كثيرة تدور في عقل الجمهور المغربي. هل الأسود يدخلون كأس إفريقيا بالصفوف ناقصة، أم أن الجهاز الطبي سيعيد كل الأسماء في الوقت المناسب؟ يعني أخبار إيجابية، باب المنتخب يفتح أمام وجوه جديدة. وسط هذا القلق كان هناك بصيص أمل جميل جدا. المدرب واليد الركراكي يفاجئ الجميع باستدعاء أسماء جديدة، أبرزها يوسف بالعامري نجم الرجاء. فهو ليس بجديد، ولكنه يعني لأنه يلعب يعني مثلا محليا هنا، وسبق له أن شرف يعني القميص الوطني. لاعب شاب مقاتل يقدم عروضا كبيرة، كسبت ثقة المدرب والشارع المغربي، وهذا دليل واضح أن المنتخب لا يقتصر على اللاعبين المحترفين في أوروبا فقط، بل كل لاعب يستحق مكانه جاهز. الجمهور يعني تفاعل بقوة. أخيرا اللاعب من البطولة الوطنية يدخل المجموعة، ربما يكون يعني مفاجأة المنتخب المغربي. والرسالة فهي رسالة واضحة، الباب مفتوح أيضا للجميع، ومن يبدع فهو يعني داخل لائحة الأسود. والآن مفاجأة من الفيفا. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن رسميا عن مباريات الدور 32 من كأس العالم لأقل من 17 سنة المقامة في قطر. المنتخب المغربي عرف خصمه، والموعد سيكون ناريا بكل معنى الكلمة. الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب المغربي الجمعة القادم، ومواجهة يعني ستكون قوية وسريعة وضغط كبير. المنتخب الأمريكي يملك القوة البدنية والسرعة، بينما المغرب يملك المهارة والذكاء والعزيمة. كل المغاربة ينتظرون هذه المباراة، لأن الفوز يعني خطوة كبيرة نحو الحلم، وليس فقط نحن، يعني العالم كله بدأ يغير نظرته يعني للكرة المغربية بعد الأشبال قدموا مستوى يعني كبير في دور المجموعات. والصحف العالمية تتحدث، هل المغرب يعني قادر على مفاجأة الكبار مثل ما فعل المنتخب الأول في كأس العالم قطر؟ الجواب سيكون في الملعب. مواجهة الدور 32 كاملة، يعني سنتطرق عن المباريات الدور المجموعة 32، وهي كالتالي: كاين الأرجنتين يعني ضد المكسيك، والنمسا ضد تونس، وإيطاليا ضد التشيك، الولايات المتحدة الأمريكية ضد المغرب، والبرازيل ضد الباراغواي، والسنغال ضد منتخب أوغندا، وفنزويلا ضد كوريا الشمالية، وسويسرا ضد منتخب مصر، وإيرلندا ضد كندا، واليابان ضد جنوب إفريقيا، ومنتخب ألمانيا ضد بوركينا فاسو، ومنتخب فرنسا ضد منتخب كولومبيا، وزامبيا ضد منتخب مالي،
وكرواتيا ضد منتخب أوزباكستان، وكوريا الجنوبية ضد منتخب إنجلترا، والبرتغال ضد منتخب بلجيكا. هذا الدور ناري جدا ولا مكان للخطأ، إما أن تفوز أو تغادر. وإليكم تصريح قوي من اللاعب المغربي من عمر الهلالي. نمر الآن إلى أوروبا، وبالضبط إلى إسبانيول. الدولي المغربي عمر الهلالي تحدث للصحافة الإسبانية بعد عدم استدعائه للمنتخب في آخر فترة توقف دولي. الكل كان يتوقع غضب أو انتقاد، لكن المفاجأة الهلالي أعطى درسا في الاحترافية، وقال يعني عدم المنادات علي أمر طبيعي في كرة القدم. سأستمر يعني في العمل مع فريقي وسأعود يعني عبر الاجتهاد. وزاد ضاف يعني الوصول للمنتخب المغربي يحتاج يعني استمرارية، وأنا مركز الآن مع نادي إسبانيول يعني أكثر من ذلك. الهلالي احتفل بوصوله إلى 100 مباراة مع الفريق الكتالوني، وقال إنه يعيش يعني حلما بدأ منذ دخوله الأكاديمية، وهدفه الآن هو التطور والبقاء لسنوات أطول. تصريح يبين شخصية قوية، يعني عقلية احترافية وطموح كبير. أحرزت البطلة المغربية شيماء الحيطي أمس الثلاثاء بالرياض الميدالية الفضية في منافسة الكاراتيه وزن أقل من 55 كيلوغراما المدرجة ضمن فعالية النسخة السادسة من دورة الألعاب التضامن الإسلامي. وجاء تتويج الحيطي بهذه الميدالية عقب النزال النهائي الذي احتضنته قاعة ملاز بالعاصمة السعودية، حيث خسرت أمام الأوزباكية سيفينش ريخومانفا يعني 7-3. وتعد هذه ثاني ميدالية فضية للمغرب بعد تلك التي أحرزها المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة. وكانت البطلة المغربية سمية إيراوي فازت مساء السبت الماضي بالميدالية البرونزية في منافسات الرياضة الجيدو، يعني في رياضة الجيدو في وزن أقل من 52 كيلوغراما. فالخلاصة المنتخب يعاني من إصابات، لكنها ليست يعني نهاية العالم. يعني أسماء جديدة تدخل المنافسة بقوة. ناشئ المغرب أمام اختبار ناري في كأس العالم. لاعبون محترفون يقدمون دروسا في الاحتراف. إخواني الكرام، والآن الدور عليكم. هل تعتقدون أن المغرب سيفوز على الولايات المتحدة الأمريكية؟ ومن اللاعب الذين تتمنون عودته قبل كأس إفريقيا؟ وهل بالعامري سيكون يعني مفاجأة المنتخب؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك حتى يصلكم كل جديد عن أسود الأطلس. نلقاكم في فيديو آخر، والأيام القادمة مليئة بالمفاجآت. يلا مع السلامة.